المنتخب المغربي الأولمبي نظرة شاملة لموسم 2024-2025. مقدمة. يعد المنتخب المغربي الأولمبي أحد الفرق الواعدة التي تمثل المغرب في المسابقات الدولية تحت سن 23 عاماً. مع بداية موسم 2024-2025 يهدف الفريق إلى تحقيق أداء مميز في البطولات القادمة، مستفيداً من مواهبه الشابة وإدارته الطموحة. الإدارة والتدريب. يشرف على المنتخب المغربي الأولمبي جهاز فني ذو خبرة بقيادة المدرب حسين عموتة، الذي يمتلك سجلاً حافلاً في التدريب على المستويين المحلي والدولي. أهم سمات أسلوبه التدريبي: الانضباط التكتيكي، التركيز على تنظيم الفريق بشكل جيد داخل الملعب. تطوير المهارات الفردية، العمل على تحسين مهارات اللاعبين الفردية لتعزيز أدائهم الجماعي. الضغط العالي، اعتماد أسلوب الضغط العالي لاستعادة الكرة بسرعة. التشكيلة الأساسية. تتميز تشكيلة المنتخب المغربي الأولمبي بتنوع كبير بين المواهب الشابة التي تلعب في الدوريات المحلية والأوروبية. أبرز اللاعبين في التشكيلة: سفيان رحيمي، الرجاء الرياضي. المركز: جناح هجومي. المساهمة: مهارات هجومية ممتازة وسرعة فائقة تجعله خطراً دائماً على دفاعات الخصوم. أشرف داري، الوداد الرياضي. المركز: مدافع. المساهمة: صلابة دفاعية وقدرة على بناء اللعب من الخلف. ياسين بن حو، نيامي أونديك. المركز: لاعب وسط. المساهمة: قدرة كبيرة على التحكم في وسط الملعب وصناعة اللعب. إلياس شاعر، كوينز بارك رينجرز. المركز: مهاجم. المساهمة: قدرة تهديفية عالية ومهارات فنية مميزة. البطولات القادمة. يستعد المنتخب المغربي الأولمبي للمشاركة في عدد من البطولات المهمة خلال موسم 2024-2025، أبرزها: بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً، يسعى الفريق للتأهل من خلالها إلى الألعاب الأولمبية. الألعاب الأولمبية الصيفية، يعتبر الفوز بميدالية أولمبية هدفاً رئيسياً للمنتخب. التوقعات والتحديات. مع التشكيلة القوية والجهاز الفني المتميز، تتوقع الجماهير المغربية الكثير من الإنجازات من المنتخب الأولمبي. ومع ذلك، سيواجه الفريق تحديات كبيرة، أبرزها: التنافس الشديد، مواجهة فرق قوية من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم. إصابات اللاعبين، التعامل مع الإصابات المحتملة والحفاظ على جاهزية اللاعبين. التوازن بين المسابقات، توزيع الجهود بين البطولات المختلفة والحفاظ على الأداء العالي في كل منها. الخاتمة. يعد موسم 2024-2025 فترة مهمة للمنتخب المغربي الأولمبي، حيث يشهد تغييرات هامة على صعيد التشكيلة والجهاز الفني. مع القيادة الجديدة والمدرب الطموح، بالإضافة إلى تعزيز الفريق بعدد من اللاعبين الموهوبين، يبدو أن الفريق في طريقه لتعزيز مكانته كأحد الأندية الكبيرة في المغرب. سيكون من المثير متابعة مسيرة الجيش الملكي هذا الموسم، وما إذا كان يمكنهم تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعوها لأنفسهم.